السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاءنا كيتجدد بكم اليوم بقصة جديدة وعبار كما العادة كما عودتكم معنا في قناة ببساطة مع أم هالة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه واحد البنت بحال كاع البنات وصلت للسن ديال الزواج، كتمنى حتى هي تزوج بواحد اللي يكون زوج صالح اللي يراعي الله فيها واتقى الله فيها وتعيش معاه الحياة السعيدة، وحتى هي دير وليداتها وتعيش كأي وحدة كتفكر هذا التفكير الطبيعي، يعني سنة الله في أرضه. صافي كانت كتدعي الله سبحانه وتعالى بالزوج الصالح، الله سبحانه وتعالى استجب لها الدعاء، تزوجات، سخر الله عز وجل واحد الرجل صالح كان في قمة، يعني في الصحة ديالو جيدة، النفسية جسدية بخير وعلى خير، كانت أموره غدا مزيان الحمد لله. صافي خطبها، تم الزواج، عايشين حياة بما يرضي الله، مرتاحين متفاهمين، حياتهم زوينة ما شاء الله. حتى لواحد النهار ما حدو سبحان الله، من الأيام كدوز، الشهور كدوز، كتلاحظ الشهية ديالو ولات كتنقص، ما بقاش كياكل كيف كان، ولا عصبي، مرة كيكون ما به ما عليه حتى كتجي واحد السخفة، ولدرجة أن ديك السخفة بدات كتجهد عليه، ولا كيغيب، كيفقد الوعي بعض المرات واخا يكون هو تيسوق. وقعت ليه 2 المرات، لولا قدر الله ولطفه سبحانه وتعالى لو كان وقعت لهم شي حادثة خايبة. كيغيب سبحان الله، كيفقد الوعي غفلة. صافي مني شاف الحالة ديالو كتدهور والجسم ديالو كله كيحرقو، كله تعبان عليه، ثقيل عليه، ما بحال شي حد متقل عليه في الجسم ديالو. صافي مشاو للطبيب الاولاني، الطبيب الثاني، الطبيب الثالث، ما خلاو طبيب الا هو مشاو ليه، ما خلاو علاج سمعوا الا وداروه، ما كيلقاو حتى شي سبب ديال داك الحال اللي كيحس بها، لدرجه ان الاطباء حاروا في هاد العلامات ديال هذا المرض، ما عرفوش شنو هو هذا المرض. السيد كيعاني، المضاعفات غدا وكتزاد على الجسم ديالو، لدرجه انه تصاب مسكين بالعجز الجنسي، مما يعني اثر عليه كرجل على نفسيته، ولا عصبي مع الزوجه ديالو، وخاصو يغوت ويغضب على اي حاجه، الحياه ديالهم تكهربات، اكتئبات، ولا داك الجو ديال السعاده والفرح اللي كان بيناتهم والتفاهم ولا كله مشاحنات، خصام، نقاش، غضب، يعني الجو تغير عندهم في البيت. المهم هي الزوجه ديالو كتصلي وتدعي الله، كتحاول معاه غير بلاتي هي احسن، هو مسكين صافي مرهق، يعني مبقاش عنده الخاطر ديال شي حاجه، ولا صافي خاصه ملي تيشوف نفسه انه كيمشي للطبيب ما كيلقى حتى شي علاج، كيقولوا لي الناس يدير شي حاجه ما كيلقى حتى شي حل، بحال صافي يأس. صافي هي كتصلي مسكينه وتدعي الله سبحانه وتعالى، في اللحظه اللي جالسه كتصلي فيها كأن شي حاجه قالت لها في راسها عليك بالاستغفار، جا في بالها الاستغفار. قلت سبحان الله، كيفاش غفلت انا على هذه المساله ديال الاستغفار، هذا راه دواء ومعجزه من الله سبحانه وتعالى، علاش ما نلزمش الاستغفار؟ صافي قررت تلزم الاستغفار، بقات تستغفر الله عز وجل. اول حاجه بدات بها بدات تستغفر في النهار 1000 استغفار، وقسماته على النهار حتى تولف، يعني باش يدوز نهارها فيه استغفار وتولف انها تستغفر، ما تبقاش تغفل عليه. صافي وصلت للحاله ديال انها لازمت الاستغفار، ولات مدمنه على الاستغفار، وما له وما احلاه من ادمان، لك الادمان على الاستغفار، على ذكر الله عز وجل، فهلا وغلا خلاهم ماريها. بقات كتستغفر الله عز وجل بكثره، لدرجه ان واحد المره قالت اجي نشوف راسي، ولات تحس براسها تلهج بالاستغفار، واقفه جالسه فايقه ناعسه، يعني في حركتها في سكناتها. وقلت نحاول نرد البال بالعداد، نشوف شحال وليت كنستغفر. لقات راسها كتوصل في الاستغفار حتى 70,000 مره بلا ما كتشعر، لدرجه ان كتكون بحال غتبغي تسكت، ماشي بغيت تسكت، بغيت دير شي حاجه كتلقى فمها سبحان الله العظيم شغال خدام بالاستغفار. صافي بقات هكاك على الاستغفار، هكاك ايام، شهور، مده، وهي على الاستغفار، تلزم الاستغفار. سبحان الله، في يوم من الايام وهي بواحد الصدر اللي هو من شارح، عندها يقين في الله عز وجل بالفرج. وكيف لو الله عز وجل كيقول لنا في القرآن: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا
ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. راه حنا اللي منا الخلل وحنا اللي منا الغفله وحنا اللي فينا كنمشيو نقلبوا على وسائل اخرى وكنساو نطرقوا باب الله عز وجل. نطرقوا كاع باب الناس، نطرقوا كاع باب الاسباب ديال الاسبابيه، اتخاذ الاسباب، ولكن اول حاجه الانسان يطرق باب الله عز وجل ثم يتوكل. فاذا عزمت فتوكل على الله. صافي بقات مع داك الاستغفار سبحان الله اللي لزمات. واحد النهار هي جالسه في بيتها وهما عندهم في دارهم، عندهم دار كبيره بزاف فيها جوج البيبان، باب الامامي والباب الخلفي اللي من جهه الكراج فين كيحط الزوج ديالها السياره ديالو. هذاك الباب الخلفي ديال السياره راجلها ولا هي ما بقاوش كيدوزوا من داك الباب نهائيا مده طويله. صافي كيدخلوا من الباب الامامي صافي، يعني الباب ديال الكراج راه كيحط جهه الكراج كيحط السياره، يعني ما كيدخلش من داك الباب الخلفي، كيدخل من الباب الامامي ديال البيت. هذاك النهار قدر الله عز وجل ان الزوج ديالها غيدخل من الباب الخلفي، حط السياره ديالو في الكراج ودخل من الباب الخلفي، هو لا يعتاد انه يدوز من تما. شوفوا قضاء الله وقدره وحكمه الله عز وجل، حكمه الباري جل في علاه. هي سبحان الله هو يدخل الزوج ديالها من الباب الخلفي، شويه كتسمعوا كيعيط فلانه 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 فلانه، مشات كتجري مخلوعه مفزوعه، قال لها اجي تشوفي، تعالي تشوفي. منين جات سبحان الله حداها باش تشوف، وهي لقاتو هاز، قول بحال جليجه، طرف ديال الارض بحال جليجه هازو في يديه وتيقول لها اجي تشوفي شنو كاين هنايا. سبحان الله هو دخل من الباب الخلفي. شوفوا الحكمه ديال الله سبحانه وتعالى. وهو داخل بان ليه هذيك الجليجه مهزوزه على بلاصتها بحال غتقلع من بلاصتها. هو يمشي شاف علاش هذيك الجليجه من دون هذيك الارضيه كامله اللي مهزوزه، قرب ليها وجا يهزها. ديك الهزه اللي هزها لقى تحت منها، يا ترى شنو لقى تحت منها؟ عرفتوا شنو لقى تحت منها؟ لقى تحت منها كواغاط، لفيفه، خنشه، رزمه، المهم مجموعه ديال شي حاجه مجموعه في شي رزمه. منين جاي حلها هو والزوجه ديالو لقى مسمار واحد معوج وثلاثه ديال ليباري والرماد كحل وشي غبره او تراب اسود وشي قطع من الثوب. المهم داكشي كله طلاسم نسال الله السلام العفو والعافيه، طلاسم شيطانيه. كان عنده السحر تما معمول ليه تحت ديك الجليجه. سبحان الله العلي العظيم بقدرة الله عز وجل ثم باستغفار الزوجة ديالو الصالحة، الله عز وجل غيفرج عليه ديك الكربة وغيجي السبب ان ديك الزليجة تقلع وهو يدوز من تما باش تقلع ديك الزليجة ويرد البال انه كاين تما سحر ويتم الفك ديالو. في ديك اللحظة بقاو عرفتي صعقوا سبحان الله. اخر حاجة كانوا يتوقعوا عليها داروها في بالهم. صافي ديك الساعة قال لها الزوج ديالها غادي نتصلوا بالشيخ نشوفوا شي شيخ، نتصلوا بيه نقولوا ليه شنو شفنا وشنو لقينا. داكشي نيت داروا، اتصلوا بالشيخ قال ليه حاول هذاك السحر حاول تفكو بالطريقه الفلانيه، ما يقرا قران وداك الشيء ويفكو. وحيدوا من تما يقرا عليه القران وينفت. المهم الطريقه ديال فك السحر اكيد بالقران الكريم وبالرقيه، ماشي سحر بسحر، نسال الله السلامه والعافيه والشرك بالله، الله يعافينا بطبيعه الحال عن طريق الحاجه اللي غادي ترضي الله عز وجل. صافي هذيك حيدوا داكشي. وسبحان الله من ديك اللحظه والزوج ديالها يغط في نوم عميق مده اسبوع، تيكون ما به ما عليه حتى تيغط في واحد النوم عميق كانه كان في شي حرب ضروس وتهد منها مسكين. داز هذاك الاسبوع هو هكاك في ديك الحاله، كيغط في نوم عميق وينوض، في نوم عميق وينوض. سبحان الله داك الاسبوع هكاك مر عليه. من موراها رجع بالصحه ديالو جيده الحمد لله، نفسيه جيده، رجع لحالته الطبيعيه كيف ما كانوا في حالتهم الاولى، في حياتهم الزوجيه في البدايه، كانه لم يصب بشيء. سبحان الله ربي يرفع عليه ذاك البلاء. وهذا كله بفضل الله عز وجل ثم ثمرات الاستغفار. سبحان الله. وهذه هي وصيتنا ديال اليوم في هذه الحلقه. وهذه العبره من هذه القصه هو علينا بلزوم الاستغفار لتفريج الهموم والغموم، باش ربي يفرج عنا الكروبات، ييسر لنا كل عسير، يبعد علينا شر شياطين الانس والجن، يفك علينا الاسحار، يبعد علينا باذن الله، يفك علينا العين الماس، يعني
اي حاجه اي حاجه سبحان الله العظيم، الانسان يدير في باله النيه بنيه الاستغفار. الله عز وجل حيت من الاستغفار كيمسح الذنوب والمعاصي، ديك الذنوب والمعاصي اللي كتخلي الانسان انها تحول بينه وبين التمتع بنعم الله او بنزول البلاء، ولكن الانسان ملي كيستغفر كيتمسح داك الذنب، كيجي الفرج بحول الله وقوته. ونترجى من الله تكون عجبتكم القصه، خديتوا منها العبره والعظه، والله يجعلها تكون قصة عبرة ينتفع بها أي واحد سمعها ولا نشرتوها. الله يجازيكم بخير، والدال على الخير كفاعله. ولا اللقاء الحلقة أو نقولوا الفيديو الجاي بحول الله بقصة جديدة وعبرة جديدة. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والاستغفار. هذا هو العبرة اللي خرجوا بها اليوم. إلا لزمنا غير الاستغفار في حياتنا، راه بحول الله عز وجل بزاف الحوايج غادي تشوفوهم، معجزات باذن الله غادي تشوفوها بالاستغفار. حيت مازال ان شاء الله غادي نعاود لكم قصص على المنافع والفوائد ديال الاستغفار وديال حول لا حول ولا قوه الا بالله، والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذكر كله خير، الذكر كله خير، كله خير وبركه، وضروري تشوفوا الثمرات ديالها في الحياه الدنيا وفي الاخره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.